أنا يوسف، أقدر نعرف عنك كل حاجة، اسمك، شكلك، أحلامك، أسرارك، بتحب مين، بتكره مين. أقدر أخليك تدور عليا عشان تقتلني، بس أنا لو مت محدش هيزعل عليا، لأني مش فارق مع حد. أنا زيك بالظبط. في ناس كتير بتدور عليا، عمري ما شفتهم وعمرهم ما شافوني، بس أكيد هيجيبوني. لو فضلت هيجيبوني، ولو هربت هيجيبوني. باشا، تم قفل جبال كمين ومؤدي لميدان عابدين من وسط البلد للجيزه. تم تحرك قوى لميدان عابدين لمحطه الهرم. على فوق بس يا باشا، يا باشا بقول لك يا باشا. اني توصلت بسرعه. اتفرج على نفسي ولا نفسي. ارجع ورا. يا ورا. خش يلا. الحاجات دي كتير قوي، اكتر من اللي في المديريه. أنا أستاذ بلاستي. الصوت اللي خارج من الجهاز ده معناته ايه؟ ده تحميل مبلغ 20 مليون دولار من بنك بانكوك بحساب اسم نادي سالم الشرقي. اقفل الزفت ده. ما تزعقش طيب. يلا. جهاز بيحمل. خلص. ده الكيبورد مقفول. ايوه نعمل ايه؟ شوف بقى حد يشوف فين فيش كهرباء او حد ينزل سكينه الكهرباء ليمون. اقفلوا الفاش ونزلوا تكات الكهرباء. بدون رجعي. لا كنت مش مسوي. هو ما قفلش فيه. انت بتسالني انا. لا انا اسف، بس احنا محتاجين الداتا اللي عليه علشان هيفيدنا في القضيه. لا 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 لا. أنا عارفاك، بس أنت أكيد مش معايا. مش مع حد، بس أنت هنا بسببي. لا جبتلك مية. أنا كنت معاكي في الجامعة. عارفة، بس أنا معرفش اسمك. احنا عمرنا ما اتكلمنا. يعني هي الناس عايزة ايه مني؟ عايزيني أنا مش أنت. الموضوع ابتدى من فترة لما ابتديت أقرأ أفكار الناس، بس مشكلتي إن أنا كنت بدور على أسوأ ما فيهم. اهلا وسهلا. هاي مكان كبير وفاضي، في اماكن كتير ممكن تقعد عليها ولا ايه؟ المكان ده بتاعك، بس الناس دي ما تعرفش المكان ده بتاعك.
ده على اساس انك مفتش مباحث العاصمه ولا مفتش ضرايب؟ ده اسمك عصام حشام. انا كنت باجي اقف بالتاكسي بتاعي هنا واستخدم الواي فاي عندك. الواي فاي عندك كان سريع جدا، ده ما كانش طبيعي، مش طبيعي لدرجه ان انا بقى عندي فضول، فاخترقت كل حساباتك وعملت لك هيك. اخترقت حساباتي؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ صاحب اكبر مجموعه مواقع اباحيه عربيه في مصر. قرب مني خليني اشوفك. ابتديت تخاف ها؟ حركه ايدك بتقول انك ابتديت تخاف. خد التقيل. انت مدور شبكه دعاره الكترونيه وانت قاعد لابس كرافته. ده ملف فيه شويه صور من السيطره، الفلوس اللي بتدخل وتخرج والحسابات الخاصه بيهم. القاهرة بقت رقم 1 في البحث عن كلمة جنس على موقع جوجل. بفضلك. انت عايز ايه بالظبط؟ مش عايز حاجة. انت مختلف. قواد مختلف. بقول لك يا كابتن، عارف اللي بيشتغلوا معايا مسميني ايه؟ مسميني الكوتش. مرة زمان كان في عيل قدك كده ويمكن اصغر منك شوية، الواد ده حب يصيع عليا ويجرب نفسه فيا، اختفى. انت كداب. ساعة ما خرجت من المصحة وبطلت تضرب وانت شغال لوحدك. ما انت مش هتركز معايا قوي كده وتجز على دماغك تخترق حسابات البنك، الايميلات، الا اذا كنت اشفور مش لاقي تاكل وجاي ترمي الجتة وتسترزق وتقلبني، بس انا مش هديك ولا نجمة. وبعدين بص يا كابتن، اللي انت قلته يعني ان انت عارفني كويس قوي ومذاكرني، يبقى اكيد تبقى عارف ان السجن بالنسبه لي اشيك بكتير من ان شبل زيك لابس شورت يجي يقلدني ياخد فلوسي كده بصنعة لطافه. على فكره لو يعني الكلام اللي انت بتقوله ده طلع صح، انت كده تبقى وديت نفسك في 60 داهيه. مخترق حسابات البنك وحسابات الايميل الشخصيه، يعني الحكومه لو شمت ريحتك يا مشمش هتعملك مربى. بقولك ايه، عايز نصيحتي الشخصيه؟ قوم بلغ البوليس. انا فعلا بلغت البوليس. الضابط اللي فات بلغني فاتت بشويه حاجات لو ما جاش قبض عليك بالملف ده دلوقتي. بقعد هعمل لك اللي انت عايزه. عملت اللي انا عايزه خلاص. يا ونش الونش انظر يالا انت وهو من هنا جاي يا ولا الدور الجاي؟ انظر يا فوق. لا امك اسمها نادين يلا. افتح انت راخر، افتح. اركبي يا بنت الممدوح. يا رانيا انا مش كل يوم هاجي اضمنك في اسم شكل. يا عم ده عيال غريبه، الواد معدي بيقول لي جاي ولا الدور الجاي وماشي، اصلا مش مديني فرصه يجي ولا ما اجيش. ياه. اقسم بالله. لا بقول لك انا مانع السجاير في التاكسي. لا احرق لنفسك، كفايه عليا موت الامتحانات والتوتر اللي انا فيه. انت هتلحق تذاكر اصلا؟ لا انا تمام. طب الولايه امك عامله ايه؟ يا وليه امك دي بتحترمي نفسك كمان. هي امك دي طالع عليها ايه غير الولايه؟ المدمزيل امك عامله ايه؟ رانيا صاحبي اللي ما لقيتوش في الرجاله دول مهووسه بمحمد منير. بعت لها لينك فضايح محمد منير، فتحت اللينك فبقى معايا الباسورد بتاعها اي حاجه 2000. رانيا ما عندهاش اسرار، اللي جواها على لسانها، وانا كل اسراري معاها. لا مش كلها. بقول لك يا رانيا، الشاب اللي انت كنت على علاقه معاه ده ازاي اتجرأ وقال لواحده زيك ان هو بيحبها؟ يا عم انا لخصت اقتحمته كده ولخصت الحكايه، بس كنت له على طول. يا ليه كده؟ طلب مني حاجه ما ينفعش اطلبها قبل الجواز. طلب ايه؟ ابطل سجاير. يلا غير في داهيه. طب وانت بقى ايه النظام؟ اللهو الخفي بتاعتك اللي بتحبها دي اتكلمت معاها؟ لا مش هينفع خالص. اسمعي. When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise with
عم يحيى انا لو متجوزك مش تعمل معايا اللي انت بتعمله ده. لا يستلم التاكسي بعدين، زمانه جاي دلوقتي. التأخير هو الداء الوحيد اللي ما قدرتش ابطله لك وانت صغير. خلاص بقى يا عم يحيى المفتاح اهو. بقول لك ايه، امك ازيها دلوقتي؟ هي عايز تتجوزها ولا ايه؟ يا عم جوز، ده عايزه لها شقه في البالم هيلز بالشيء الفلاني. ما تجيب لها يا عم يحيى، ما انت كلك فلوس، ده كفايه الجاكيته اللي انت لابسها. جاكيته مضروبه. ياما انت قليل 100 مره. انا سبت لك فلوس تحت المخده. انا عندي امتحان العيد. ربنا يوفقك يا ابني حبيبي. تصحي دايما على الامتحانات يعني. بقول لك يا رانيا ما تيجي نرتبط. والله يا يوسف انا فكرت في الموضوع ده قبل كده برضو لمده 5 دقايق هرجع. طب ما تفكري تاني. ايه القرف ده؟ والله انت بتفكرين بخالي ايهاب اصلا. خالك ايهاب؟ هي امك دي ليها اخوات اصلا؟ مستحيل. بقول لك ايه، تعالى نشوف هنعمل ايه في الامتحان. انا مش عارفه احنا هنعمل فيه ايه، انا ما ذاكرتش حاجه. انت فتحها الصبح؟ لا مؤاخذه يا دكتور احمد. لا مؤاخذه ايه وقرف ايه؟ ما انت لو متي هيحسبوك عليا بني ادم. قعدت تنطر وتشخط وانت كنت هتموت الست. ايه جاي عليها عشان غلبانه؟ ما تيجي على حد قدك يا اخي. حد قدي؟ حد قدي زي مين؟ زيك انت؟ وبعدين انا حاولت مع اللي قد كتير قوي ما عرفتش. انا مشكلتي ان انا اهلي ربوني، بس على فكره يعرفوا ربوك انت كمان. بعدين يا اخي عيب عليك، ده انت معيد معانا هنا في الجامعه. بما بقى ان انا معيد معاك في الجامعه هسقطك في العمل النهارده. ندى زعلت، واللي زعل ندى يزعلنا انا، وانا زعلي وحش. صعب جدا تخترق حساب دكتور في هندسه الكمبيوتر. استعنا على الشقه بالله. مش هيبقى الرساله، مش هيبقى الفيروس، مش هيبقى الباتش، مش هيبقى الفيك اكونت والحاجات العاديه دي. بس ممكن نشوف نانسي عجرم بالمايو عادي. تعالى لي بقى. 5 دقايق كان معايا الباسورد بتاعته. ميني كوبر، عربيته اللي فرحان بيها. وبعدها 19/5 تاريخ ميلاد امه اللي بلتنا بيه. مهووس بالجنس، يخرب بيت اهلك. مش مكتفي بمراته والبنات اللي يعرفها. ايه كل ده؟ جنس اونلاين، مواقع اباحيه كتير. انا خايف افتح الويب كام الاقيها لعب. يلا بقى كده كفايه عليه. مش محتاج اكتر من كده مع واحد زي ده. بس هو اكيد مش هيقدر يرجع نتيجة ندى ناجحة تاني. هو اكيد مش بالفجر ده، بس انا بالفجر ده. لازم اقرب شوية. لازم اقرب شوية. لا مش ده اللي جنبه، هو ده. الروتين والكتابة بالورقة والقلم كانت أأمن من كده بكتير. خير. أنا يوسف، طالب مع سعادتك. تعمل عندي هنا ايه الساعه 4 الصبح؟ اتفضل. ايه ده؟ ده عليه صور وفيديوهات ليك والولد حضرتك من غير هدوم خالص، ده غير صور النسوان الزبالة اللي انتوا تعرفوها. ودي واحدة منهم اهي. انت عبيط يالا ولا بتستعبط؟ وادي نسخة تانية. ده انت مجنون بقى. يعني
لو عرفت انك جيجا منادى تاني هتبقى عنتيل منصورية على كل صفحات الانترنت. دي عينة من الصور اللي واخدة اوردر انها تنزل كل 24 ساعة، الا لو انا اللي وقفتها. حسابات البنوك بتاعتك وبتاعت والد حضرتك كلها في ايدي. زرار واحد اخليك افقر مني وانا فقير جدا. دكتور احمد العالم بتاعك كله في ايدي، واخده منك لو جيت جنب ندى سالم الشافعي، او حتى عارف ان انا جيت لك. يا احمد مش التحية. انا كنت فاكره ربنا هداه وسابني في حالي. ربنا ياخده. انت عملت كل ده علشاني. يوسف احنا اول مره نتكلم. كنتش قادر اتكلم معاك. انت دخلت على سيستم الجامعه ولعبت في السيرفر عشان معكش السنه. انت كان ممكن تتحبس ومستقبلك يضيع عشان سبب تافه جدا. لا مؤاخذة لا مؤاخذة يا طنط. انا اول مرة اسرح شعري. طب تعالى البس. نزل ايدك كده. ايوه نزل ايدك. استنى انا اول مرة البس البدلة دي. يا معلم، ما انت اول مرة حاجات كتير يعني فرقت. ثانية واحدة كده. وريني. ايه ده؟ لا يا يوسف، البدلة خلتك بني ادم. يلا فين يوسف صاحبي البوهيمي العشوائي؟ دي اضرب عليها عادي ها؟ لا مش للدرجة دي، انت تخلص مشوارك وترجعها لي على طول. بقول لك ايه يا يوسف، في بنت جارتكو موزة جدا، ما تيجي بالبدلة دي تتجوزها. ما تروح انت يا اختي تتجوزيها بالبابيوله اللي انت مش علقاها في رقبتك دي. افتح سبيكر. الو. لبنان. ايوه يا دكتور. انا تمام كويس الحمد لله. لا 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 مش هتاخر ان شاء الله يا دكتور. حاضر ماشي. سلام يا دكتور. ما عندكش جزمة غير دي يا يوسف؟ مش مناسبة ها؟ مش عايزة احرجك قدام امك يعني. طب هنعمل ايه؟ اديني سيكة وانا هتصرف. اردها لك في فرحك يا رانيا ان شاء الله. حياتك يا يوسف ان شاء الله. سلام يا نينا. مع السلامه يا بنتي. يا اخويا البنت ام لسانين دي ساعتها زي وين؟ لسانين بس يا امه، دي عندها 4 دراعات. يا لهوي. لا نعمل ايه بقى، كتر خيرها واقفه جنبي. لا قول لي يا حبيبي الوظيفه الجديده اللي انت رايحها دي حلوه يا حبيبي؟ عارف اللي بدرسه يا امه في الكمبيوتر. المهم انه يجي بفايده. او مش بفايده. لا ما هو انا مشقاش واتعب التعب ده كله علشان في الاخر تفضلي برضه سواق تاكسي. جرى يا امه انت هتذليني ولا تشي وتتعبي ايه؟ بعدين مالهم سواقين التاكسي؟ ما الحاج برضه الله يرحمه كان سواق تاكسي يعني وكان الحب كله. يا واد يا واد بطل اللبطه اللي انت فيها دي. الحاج لو كان لسه عايش ما كانش هيبقى مبسوط ابدا لما يشوفك زيه. يلا هو مات. بقول لك ايه، انا هقوم اعمل لك فنجان قهوه. اعملي لنفسك نعناع يا امه، مش عارفه اتفاهم معاكي خالص. بعد شويه هبقى موظف في اكبر شركه في مصر، ويمكن يبقى معايا فلوس، بس القدر ليه رأي تاني. في ايه؟ في يوم على الأمانة محاليل، بس هي محتاجة عناية مركزة، واحتمال كمان تحتاج عملية جراحة في المخ. في نزيف نتيجة لضغط عالي، وللأسف مفيش هنا عناية فاضية. بقول لك إيه؟ روح خدها لأقرب مستشفى خاصة والحقها. يوسف لو سمحت. اتفضل. سمحت احنا عايزين عناية مركزة. طيب هنملى شوية بيانات مع بعض وحضرتك هتدفع 5000 جنيه تحت الحساب. طب حضرتك ممكن تدخلها ولا اعمل لك اللي انت عايزه؟ يا فندم متأسف بس حضرتك لازم تدفع 5000 جنيه عشان نفتح العناية. انا معايا حوالي 2000 جنيه، حضرتك ممكن تاخدهم وبعد كده تدخلها؟ يا فندم دي تعليمات حضرتك، أنا ما أقدرش أفتح العناية مركزة لما تدفع 5000 جنيه كاملين يا فندم. حضرتك دي بتاعتي، خدها خليها معاك ودخلها. صدقني بتاعت حضرتك مش هتعمل لي حاجة لما ترفض. أنا لو والدتي تعبانة مش هعرف أدخلها لو معيش 5000 جنيه دول. ده مفتاح التاكسي بتاعي. صباح خليه معاك ودخلها. يا فندم أنا مقدر حالتك بس صدقني بقدر ايه؟ بقدر ايه بقى؟ بقدر ايه؟ بقول لك التليفون. بقول لك
كويس انك صحيت. انا ما هنش عليا اكل لوحدي. يلا مد ايدك عشان تاكل لقمه. بعدين معاك بقى يا يوسف. يا ابني كفايه حزن، الحي يبقى من الميت. وبصراحه امك ارتاحت كده. كان في ايدك ايه بس تعمله وما عملتوش؟ امي ماتت عشان 5000 جنيه. امك ماتت عشان ربنا كاتب لها كده. لو كان معايا 5000 جنيه كانت عايشه يا عم يحيى. يا ابني ده القدر. يعني ايه القدر يا عم يحيى؟ يعني ربنا كاتب لنا كل حاجه بتحصل في حياتنا من قبل ما نتولد. يعني القاتل والحرامي والزاني ربنا كاتب لهم يبقوا كده؟ لا، ربنا مدينا حريه الاختيار، ما بيجبرش حد على اي حاجه. حتى عبادته سبحانه وتعالى ما جبرناش عليها، بالعدل. مفيش حد احسن من حد. يعني لو كفة المال عندك ناقصة، كفة الصحة بتبقى عالية. لو كفة الصحة هي اللي ناقصة، كفة البنون بتبقى هي اللي عالية. هو ده القدر. القدر، وانا قررت اكون القدر الاسود لناس كتير. عادي نتظلم عادي ونسألهم يقولوا نصيب. محدش همه مين ظلمه ومين جرحه وفاكره حبيب. عادي نكون عارفين طريق الصح لكن تلاقيك بدايته منين. في ناس غلبانة في الدنيا وناس لعبة على الوينجين. وانا لوحدي هاكل واكون وهتحدى بفعلي الكون. هحرك الامل في الناس وبالاحساس هساعدكم. راح اعمل خير في الدنيا مش هستنى حاجة تانية. هفضل بكرة جوايا وتبقى نهاية وانا موجود. راح اقسى على اللي نسيوني وظلموني. راح اقسى على اللي بكوني وجرحوني. راح اقسى على اللي نسيوني وظلموني. راح اقسى على اللي بكوني وجرحوني. وانا ما كنتش هعيشها كده، انا كان نفسي اعيش في امان. ده انا كان نفسي اعيش في امان. لكل فعل رد فعل، وانا قررت اكون اسوأ رد فعل في العالم. مستشفى الهرم مملوكة الأستاذ دكتور ناصر النجار. كل فلوس الدكتور والمستشفى في بنك سوفاك الأهلي. لو معاك سلاح تسرق بنك، لو معاك بنك تسرق العالم. يعني مش فاهمين في ايه بقى؟ السيستم معرفش حصل فيه ايه؟ السيستم بتاعنا؟ ايوه يعني ايه؟
بيحصل ده؟ السيستم حصل له ايه؟ حضرتك كل السيرفرات عطلانه، انا حتى مش عارف ادخل على السيرفر اعرف ايه المشكله. ده مش حد هاوي. يعني ايه؟ يعني هيقعد يسرق البنك واحنا قاعدين نتفرج عليه ولا ايه؟ احنا ممكن نقطع النتورك يا فندم. لو قطعنا النت هتحصل مشاكل كتير مع العملاء. من بنك سوفاك لحساب صامويل ماكنزي في قبرص، ومن حساب صامويل ماكنزي في قبرص لحساب اكاجوري ليو في تايلاند، ومن حساب اكاجوري لحساب صفية علم الدين في لبنان، ومن صفية لفلان، ومن فلان لعلان اللي مش موجود اساسا، ومنهم لحازم خيرات. السيستم رجع تاني. يلا يا جماعه افتحوا الحسابات بسرعه، شوفوا لي السحب في اخر 10 دقايق. في سحب حصل باسم الدكتور نصر النجار. الشخص ده بس؟ المبلغ كام؟ 25 مليون جنيه ورصيده بقى صفر. هاتوا لي نمرة الدكتور اللي اتسرق. ايوه يا فندم. ازي حضرتك؟ خير. طبيب من انجح الاطباء اعلن افلاسه بعد سرقه كل حسابه البنكي المقدر ب 25 مليون جنيه، والغريب ان الفلوس دي تحولت من مصر لبنك يوناني ومنها لاحدى المؤسسات الخيريه في مصر في 10 دقائق بس. حولت مليونير لرجل. ومعانا الاستاذ عطيه السيد مدير البنك اللي تم السطو عليه النهارده. اقول الو. مساء الخير يا فندم. شوفي حضرتك، اولا كلمه سطو دي انا برفضها تماما. على فكره قبل ما حضرتك تقبل او ترفض كلمني الاول عن الخلل الامني اللي حصل في سيستم البنك اللي حضرتك مديره. عمر يا باشا. زي الفل يا جمال باشا، كسرت الاجازه ليه؟ مصر يا ابني. زي الفل يا جمال باشا. انت اللي هو بتاعك مدير الامن مستني حضرتك في المكتب. حبيبي يا رامي باشا. شدك عشان بحاول باشا. اتفضل يا جمال. معلش بقى باخد الحقنه بتاعت الانسولين. انت عارف السن الشغلانه بتاعتنا دي اللي تحرق الدم. شفت السرقه بتاعت البنك؟ قلة الادب سعادتك وهتجابوا. جابوا ايه؟ هو انت فاكرها سهله قوي كده؟ هو ميكروباصك تشربهم لي حبه عيال وتجيبهم لي؟ الجريمه تطورت يا جمال زي مرض بقى مسك في جتتي. فكرتني شمت الضغط. اعتبرهم سعادتك في الزنزانه النهارده. هو انت عارف اساسا البنك ده اتسرق ازاي؟ عارف سعادتك. بالكمبيوتر. كمبيوتر؟ شوف يا جمال، سياده الوزير مهتم قوي بحكايه العيال دي. مش هنستناهم بقى لما يعملوا عمله والثانيه والثالثه وفي الاخر رقبتنا تبقى زي السمسمه وهم ادهم الشرقاوي. سياده الوزير مكون مجموعه بحث، مجموعه من الامن الوطني، مجموعه من مندوبين البنوك، ومجموعه اخرى من تهريب الاموال. وليه سعادتك كل ده؟ هو احنا رايحين نقبض على اسامه بن لادن؟ ما احنا جبنا العيال بتوع المنصوره بغمضه عين، والموضوع كله في الاول وفي الاخر عباره عن ايه؟ كمبيوتر سعادتك. ايوه العيال بتوع المنصوره دول كانوا حراميه عاديين يعني بيسرقوا بالفيزا كارت والحاجات دي، بس ان يبقى في حد يخش السيستم بتاع البنك ويسرق فلوس ويحولها اليونان ومن اليونان على مصر، فين بقى؟ لجمعيه خيريه. لا يا جمال بتبقى مصيبه. سعادتك المصيبه مش عندنا، المصيبه في اليونان سعادتك. وبعدين معلش استفسار بسيط سعادتك، يعني ايه علاقه سيستم الكمبيوتر اللي موجود في اليونان بالسيستم اللي موجود عندنا هنا في مصر؟ الموضوع في الاول وفي الاخر عباره عن ايه؟ كمبيوتر وهيتجاب سعادتك. لو اللي في اليونان مش عارفين شغلهم نبعت لهم فرقه تساعدهم هناك. في واحد كمان الوزير حطه متخصص في الكمبيوتر، جاي من شركه اتصالات، واد عيل صغير كده سفيف بس شاطر قوي 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 في شغلته. عيل صغير ده شطافه ولا حنين؟ معلش سعادتك استفسار بسيط يعني، ايه علاقه الكمبيوتر شركه الاتصالات بالعيل الصغير السفيف المتخصص؟ عايز مين يا دكتوره؟ يا جمال يا ولد.
من الهواري انت معاك معاه؟ لا، ما هو انتوا اللي عايزيني، انا لو مش عايزيني ممكن اروح. لا ده مال الهواري اهو. فين؟ جمال ده الهواري. انا غدا. انت ايه؟ يا عبد الله. ما احنا كلنا عباد ربنا. عبد الله ايه؟ عبد الله الحسيني. بس؟ لا في تاني، عبد الله الحسيني جاي مندوب من شركه اتصالات، انتوا اللي بعتني هنا. انت العيل الصفائف الصغير بتاع الكمبيوتر صح؟ تعال اقعد يا بابا. تعال اقعد يا حبيبي. تعال خش. والله بقول لك على اللي جوايا يا فندم. انا عمري في حياتي ما دخلت مديريه امن، وعمري في حياتي ما اتعاملت مع ضابط شرطه، وانا ضد الزعيق والعصبيه لاني ما بعرفش اتصرف. ودايما والدتي بتقول لي لو شفتوا ضباط شرطه في الشارع امشي من الشارع التاني عشان دول بيشوفوا شغلهم يا عبد الله. لا ربنا يخلي الحاج حبيبي. لا اقعد. ميرسي يا مستر جمال. مين يا عسل؟ مستر جمال. مستر جمال؟ لا ده انت عسل خالص. لا اقعد يا بابا اقعد. لا اقعد ارتاح، خد راحتك اقعد. انتوا القعده عندكم ازاي؟ عندك كام سنه؟ 25 سنه. انت عارف ان انا من 17 سنه فاتوا كان عندي كام سنه؟ 25 سنه. طب ما انا ان شاء الله كمان 17 سنه ممكن اوصل للرقم ده واتخطاه. هقول لك بقى سؤال تاني محرج ولا مؤاخذه، انت بتفهم في الكمبيوتر؟ انا خريج كمبيوتر ساينس في الاي سي واشتغلت سيستم سكيورتي. طب وده علاقته بالكمبيوتر؟ ده هو كمبيوتر نفسه. والعيال دول هنقبض عليهم امتى؟ مش بسهوله، اصل يعني مش هنعرف نحدد موقعهم لان الاختراق تم ببروكسي. بايه يا فندم؟ ببروكسي. بروكسي؟ يا اولاد الذين، يعني كل المواضيع دي كانت بتتم في مصر الجديده واحنا مش عارفين. لا مش الميدان. اسمع يالا اسمع، اوعى تفتكر ان انا خريج الجامعه الكنديه خالص. انا اخر المدرسه السعوديه، يعني كل اللي انا اعرفه عن الانجليزي هيز وشي وات. ممكن حضرتك تهدى خالص وانا اشرح لك يعني ايه بروكسي. قول لي يعني ايه بروكسي؟ بروكسي ده يا فندم ان هم عملوا حساب شبيه للي اخترقوا بيه، موجود في 15 دوله، يعني بيتوهوا. طيب معلش سؤال ومحرج ولا مؤاخذه، يعني احنا اي حد من العيال بيتصل بالتليفون بنعرف نحدد موقعه ومكانه، بيجيب الشخص والتليفون بتاعه، اشمعنى العيال دي؟ يا فندم عشان مش عايزين تليفون احنا، وبعدين حضرتك انتوا لو بتدوروا على تليفون بتبقوا عارفين المصدر، احنا هنا عندنا بيبقى المصدر 1000 مصدر وكلهم مش صح. البروكسي حاجه شبه كده بالظبط. في اخباريه جت يا فندم بتقول ان في قنبله قدام المديريه. قنبله هنا؟ واحد هتفجر فين؟ الشنطه مرميه بره بقى لها اكتر من 3 ساعات، والناس بدات تشك في الشنطه، وبلغنا البلاغ وخبراء من الفرقعات دمهم في الطريق. لسه هنستنى خبراء من الفرقعات. عبد الله يتعامل معانا، هتطلع من هنا؟ انت اللي هتتعامل. يا ابني مالك ايه؟ بقول لك ايه، في ناس هتموت. يا ابني الموضوع بسيط، بس انتوا كهرباء انت مش مولع. قوم ما تخافش، انت مش مهندس. انا مهندس خدمة ايراد، يعني ماليش دعوه بالاسلاك والزباين. حسيت انك شغال في السواق جوه. انت اللي ظابط مش انا. قنبله يا ابني. يا جماعه لا كاذب. الحمد لله. يعني ايه كاذب؟ بس كاذب يا حبيبي بس. هرم يا اسطى؟ اكيد الهرم. واخبار الهرم ايه بقى؟ والله ما بقاش زي الاول، وفلوس يا اخويا بقت بتطير. ما تقولش فلوس حرام. البلد باظت يا اخويا، العيال بقوا مثلهم الاعلى عيال حراميه. الا انت سمعت عن حراميه الفيسبوك والانترنت دول؟ ولا انت مالكش غير في العداد؟ يعني ايه يعني؟ ماليش انا في الفيسبوك والكلام ده. طب انا سوسي، وتقدر تدلعني وتقول لي يا زيزي، بس انا في الاصل بقى حسنات. عشان الاسامي حسنات. لو اوردرك يا اخويا ماشي كمان 5 ساعات ابقى عادي خدني وهو تسترد. اوردر هنا ما بشتغلش اوردرات انا، بس لو فضلت شغال هجيلك حاضر. انت بتعملي ايه؟ الباص ده ثمنه 2000 جنيه، خلي بالك منه عشان اضمن انك ترجع وهحاسبك لما تيجي. ايه الست دي؟ غير ايه يا حسنات؟ مع حسنات الحياه خد وهات. خد وهات. يمكن انا قلت له 50 مره بس بابا مش عايز يسمع. انا هسافر فرنسا عند ماما ومظهرش ان انا هرجع. انا خدت القرار خلاص وحضرت الشنطه ونازله. حضرتك بقى ببلغ بابا. مع السلامه.
حضرتك تحبي تاخدي النفق ولا كوبري اكتوبر؟ اي حاجه. انا ابويا الله يرحمه ما كانش يحب النفق ده ابدا. عارفه هو مات ازاي؟ مش عايزه اعرف. معلش، توفى ازاي؟ لا انا ما اعرفش، انا بسالك يمكن تبقى عارفه ولا حاجه. كل اللي فاكره عنه انه كان اكتر راجل بيحب يسمع كلمه لا. دايما يقول لي متاخرش يا يوسف، اقول له البس تقيل يا يوسف عشان ما تحياش. لا، كان بيفضل يعمل كده كل يوم لحد ما مات فجاه. ساعتها عرفت انه كان اكتر واحد بيحبني، مش عشان كان بيخاف عليا، لا، عشان هو فعلا كان اكتر واحد بيحبني. معلش ممكن تلف وترجع تاني؟ انا قلت كده. انت الهرم؟ انت عارف ان العالم كله مقلوب عليك؟ عايزين يموتوني ها؟ بس في ناس برضو كتيرة تلبس تيشيرتات عليها اللوجو بتاعك، ترسم على الحيطة اللوجو بتاعك. هو فين موبايلي؟ عايزة اكلم بابا. هو وقع منك، بس انا كسرت الشريحه عشان ما حدش يعرف يوصل. ب 20 جنيه يعني، ممكن تجيبها من اي حته عادي. طب انا عايزة اطمن عليه. هو كويس. احنا هنمشي امتى احنا اصلا جينا هنا ازاي؟ احنا جينا لما الموضوع كبر مني. يلا يا بت ما اشوفش خلقة اهلك هنا تاني، ولما تتعلمي الادب مشرفينا. خلي البلطو معاك. معلش فلوس يا حسن، وماليش مزاج اقدم لك حاجه تانية زي ما انت شايف. خدي هنا، انت رايحه فين؟ تعالى وصلي. مش عليا يعني؟ مش هتسألني حصل لك ايه؟ مش عايز اضايقك. والله انت قمر، بس انا عايزه احكي لك. وانا بصراحه عايز اعرف. صاحب المحل ابن الانبوبه عايز يشغلني في الحرام. ما تبصليش كده. بص يا الا الموز اسمها ايه؟ يوسف. ابن الانبوبه عايزني اروح مع الزبون، وانا يا اخويا اخري افتح ازازه اضحك ضحكه كده، ارقص رقصه كده. البوس والاحضان اوبشن ساعات بيبقى عندي موجود، انما اكتر من كده ماليش فيه. فضرب. ده مسح بيا البلاط. اما تسيبي الشغل. واشتغل ايه بقى؟ دكتوره؟ بص انا مش هضحك عليك واحور واقول لك امي عيانه بقى والناس فاكريني ممرضه طول النهار في المستشفى. الناس عارفين اني شمال، وشمال الشمال كمان. بس هو يعني انا بحب الانحراف. بس انا زهقت وقرفت، ما بقتش قادره استحمل. طب خلاص بقى ما تعيطيش، واحنا هنشوف لك شغلانه تانية ان شاء الله. بحب الانحراف. طب بقول لك ايه، انا اوصلك بيتكم النهارده وانتي تاخديني الكباريه ده معاكي يوم. هي دي سهله، تعالي. بس هقول انك اللي مشغلني. وماله واري، ماشي. الاسبوع الجاي بس اكون خفيت كده واخدك معايا. الناس اللي معاها فلوس ومحيراها هتلاقيها فين غير عند حسنات، وانا جاي اغسل لهم فلوسهم.
الزناتي هو صاحب الكباريه. رجعت تاني اه؟ طبعا رجعت يا كبير، وهعمل كل اللي تؤمر بيه. وده مين اللي معاك ده؟ دكتور النسا بتاعك؟ ده يوسف بيشتغل معايا من النهارده، يعني تقدر تقول عليه مدير اعمال. يحق لك برضه، بقالك اعمال عايزه مدير؟ انت بتفهم في الشغلانه دي يا ابني؟ ما يغركش شكله يا كبير، يوسف سواق تاكسي بتاع الشغلانه. سلم يا يوسف على علي بالزناتي. علي الزناتي؟ ساعات بيقولوا لي شمس الزناتي. علي الزناتي غلب عادل ادم في كل الافلام اللي عملها في الشر. كان كهربائي في الكباريه ده قبل ما يشتريه، نصب على صاحب الكباريه وهو سكران واشتراه، قواد نصب على قواد، نسوان، مخدرات، حتى تجاره الاطفال، وده زبوني الاول في الكباريه. ايه؟ بتبص لي كده ليه؟ مش مصدق نفسك ان انت واقف معايا طبعا، مش كده؟ يعني بص، لو اثبتت جداره انا هضمك للمنتخب، وعشان تثبت جداره لازم يبقى عندك حاجتين. الاولانيه يبقى نفسك طويل، الثانيه يكون مالكش في النسوان. تنح كده ليه؟ ما تتنعش. اغا، شغلانتنا دي لازم تبقى اغا، لانك لو ما بقتش كده النسوان هتدمرك. هم اللي طلعونا من الجنه زمان، ان شاء الله طبيب كلينتون بعد كده، حتى شحات ابو كف ما سابوهوش في حاله. احنا مش هنقدر نستغنى عنهم غير لو بقينا مش رجاله. اغا يعني بس بمزاجي. هقول لك فزوره، لو ما حلتهاش تخرج من باب الكباريه ده ما اشوفش وشك بعد كده. فوازير ايه بقى يا كبير؟ ما تخلينا نفرفش شويه. لما احنا بنفرفش اهو. عالي زي الجبل، ناشف زي الصدف، يلدغ زي العقرب ويختفي زي الدخان. علي الزناتي. الله 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 الله، الواد هيبقى كابتن حسنات. يلا هاف ا نايس تايم. هز بقى على اكل عيش. لو حرامي طلع حرامي من قهرته، ما تحسبش اللي غلط على غلطته. لو حرامي طلع حرامي من قهرته، تحكم بيه عليه في دنيته، تحاسبه ولا تسيبه لاخرته. يا ترابيس مخك مصلحة ليك، ركز منطقك، فتح قبل الناس ما تلوشك، انا شارك طلع في مخك. المسألة واضحة قصادي، مش محتاجة الحكم القاضي، مش عايزينك تطلع عينك سلم حقك وتطلع. الحكاية هنا الشحوار، تشغيل دماغ عالي وجبار، قلت نفسك هتلاقي نفسك جوه اللعبة، لا قلت ده فر. قالوا حرامي مع احترامي لكل واحد عامل عصامي، سايب حقك عيب على دقنك ياللي بتسأل في الإجرامي. فتح عينك شوف الصورة بالمظبوط، كله بالمصالح وصالح الوجود، عينك وسط راسك في العمود، سرقة بسيطة في حركة حويطة، عدي محيط أو هكسر حيطة، ده حد بجنون، هكون أو لا هكون، هجيب حق الغلابة وهلعب القانون. أيها السادة المفترس، عارف مفكر الناس ده عدوك، اللي جابوه علشان يسيبوك، وعشان تقرأ وسط السكة، وبادلها الناس نسيوك، شغل مخك عليك أخوك، تلاقي جميع الناس حبوك، اوعى تضيع فرصة جديدة، خليك واثق مش مرفوض. عبد العزيز زكي موظف في الضرايب، بيقبض 10000 جنيه بيصرفهم في الكباريه بالليل، ما يهمنيش في حاجه. محمد علي ميخا، لا ده غلبان خليه. سيف العراقي ده لسه مسروق. الواد ابن عفيفي عمال يرمي في فلوس زي الرز، اصل ابوه تاجر مخدرات وعامل فيها ابن ناس، قال يعني بيتاجر في الاثار، انا بقى لا ذهب ولا اثار، لا تعب ليل نهار. طب ما تخليك معايا كده، ايه ما وحشتكش لما غبت اسبوع؟ ما حسيتش بغيابي؟ انا اصلا مش حاسس بوجودك عشان احس من عدم حسنات. مين الواد ده؟ يوسف. عزيز مراد اهم مصدر للسيراميك في مصر، بس مفيش مانع يبقى جوه كراتين بودره السيراميك شويه هيروين، كوكايين، او اي حاجه لونها ابيض. ملايين بتخرج وبيدخل بدلها سم. يا اهلا يا اهلا، بتبنا وتاج راسنا ونور عنا وابو الرجال.
راضي يا ابو الرجال، اصعب حساب اخترقته في حياتي. اسبوع كامل بدور على 15 حرف ورقم ملهمش اي علاقه ببعض. هجيبك يعني هجيبك. راضي ابو الرجال من اكبر تجار السلاح، من السودان للصعيد ومن ايران للبنان ومن كوريا الشماليه لسوريا. مالك؟ انت خايف ولا ايه؟ انت بتخوف؟ في ايه يا يوسف؟ ده راضي بيه. بص يا ابني، انت ممكن ما تخافش من الموت، انما في حاجه تخاف عليها. انت بتخاف على ايه؟ على نفسي. لازم تبقوا في وقت واحد وفلوسكم تبقى في الصمول. في عيال جعانه هناك بتودلهم مخدرات وسلاح بدل الاكل. ايه يا يوسف في ايه؟ انا كلمتك كتير قوي ما بتردش عليا ليه؟ معلش يا رانيا كنت مشغول شويه. طب انا عايزه اقعد معاك شويه. طب خليكي اجيب جاكيت واجي، مفيش حد في البيت. يلا بينا. لا خلاص يا يوسف مش مهم دلوقتي، جالي تليفون لازم امشي. هقابلك بعدين. ماشي. الثلاثة اللي اتسرقوا دول طلعوا من عواميد البلد، ومن أكبر تجار المخدرات في العالم والسلاح والنسوان، ومن أكبر رجال الأعمال في العالم، وما خفي كان أعظم. طب كويس إنهم اتسرقوا. اسكت يا عبد الله وعد. أنا عايز ملفات كل خريجين الهندسة وخصوصا دفعة سنة 80 وما بعدها، عايز بحث شامل عن كل مواقع الهاكرز اللي موجودة في مصر كلها، الدقي والمهندسين ومصر الجديدة. يا فندم يا مستر جمال ده مش مجدي، لأن أغلبية الهاكرز مش خريجين كلية هندسة، ده بيبقى هوس. إيه؟ اوبسيشن بالموضوع. يعني أنا عندك مثلا عبد الله مش خريج كلية هندسة. ما عشان كده مش عارف تجيبهم. أنا لما المديرية كلها مش عارفة تجيبهم أنا اللي هجيبهم. طب ما تقول لي على الطريقة اللي تخلينا نجيبهم. أنا ابتديت أفك أجزاء من شفرة الهرم. أي هاكر بيبقى عنده نقطة ضعف وأنا بحاول أدور عليه. يعني أكيد ساب غلطة في الحسابات اللي هاك عليها. عبد الله هاك عليهم قبل ما يتهاكوا علينا. يلا يا راجل. انا ما ينفعش اسافر معاكم. انا لو سافرت معاكم مش هيسيبوكم. راضي انت سويت مصيبه. انا ما غلطتش. شلون ما غلطت؟ ارى اللي عين بعد شنو طلع من اسرار. ما فيش حاجه خرجت. اللي عمل كده يقصدنا انا. ما انت كل شيء تعرف شلون لعب عليك وعلم عليك. الموت ارحم لك. يا جماعه بقى منتشر في كل حته في مصر. يعني دلوقتي المثل الاعلى بتاعنا بقى حرامي. واحنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ طب مين مسلطه علينا؟ الشعار بتاعه في كل مكان.
السلام عليكم. ايوه يا بدير، بقى الدنيا والعه في وسط البلد وانتوا سايبيني كده لوحدي؟ لا ما انا كده جاي جرنان. بقول لك ايه، انا عرفت خبر مهم جدا. لما اجي بعدين. يلا سلام. نعم قوم. لا انا مستني عمرو عشان ادفع فلوس القسط. طب ما انا كمان عايزه عمرو عشان عايزه ادفع القسط. قالوا لي قدامه نص ساعه وجايه. اقعد. لا نص ساعه ايه، انا راكن التاكسي صف تاني. قدام راكن صف تاني. اديني فلوس القسط واتكل انت. لا انا استناه بالمره اسلم عليه. بقول لك ايه يا ابو الكباتن، معاك سجاير؟ لا والله ما دخلش. كان عندي امل يبقى معاك سجاير احسن من دي، بس هعمل ايه بقى؟ نصيبي كده. هذا الموضوع كبر خالص، الموضوع استوى، لازم نضرب ضربتنا. سمعت عن ولا هاكر اللي قلب البلد؟ اه انا عارفه فين الهرم. موازي الفيصل. تصدق انك عسل. انا قصدي على هرم الهاكر. انا عارفه هو مين بقى؟ ده الخبر ده بقى تقراه بكره في الجرنان بتاعنا. اسيا محمد ابراهيم صحفيه في جرنان الخبر. اهلا بيك. استنى بقى ادي الكارت بتاعي. معلش اخر واحد بقى، استحمل نطبق شويه. لا ولا يهمك، مفيش مشاكل خالص. يعني حضرتك بكره بقى تكتبي مين الهرم بالظبط. دي تبقى خبطه صحفيه. على الله بقى اغير نوع السجاير ده ويبقى معايا فلوس. بقول لك ايه، لو في سكتك يعني ممكن تنزلني في شارع الجمهوريه. عباسيه؟ الجمهوريه. لا تمام، مفيش مشاكل. حاضر، بس قولي لي مين الهرم بقى. عايز تعرف؟ سعيد البصيري. مين سعيد البصيري؟ سعيد البصيري الخطيب الاولاني، هو الهرم. انا ايما كنت شاكه فيه هو وامه. كانش يقوم من على الكمبيوتر ابدا، كان عليه اقساط ياما. وانا ياما قلت له بلاش موضوع الاقساط ده، بس هو اللي دبس نفسه مع ازاي يحبها بعدين. سعيد البصيري عامل كل ده؟ بس بيقول الهرم ده بيفرق الفلوس وما بياخدش حاجه لنفسه يعني. دي الفتافيت يابا، انت تصدق؟ طب بذمتك حد يبقى معاك كل الفلوس دي ويفرقها؟ بقول لك ايه، فكك من عمرو ده، اللي عايز فلوس يبقى يجي ياخدها. يلا قوم وصلني. العباسيه؟ ها يابا بقول لك الجمهوريه. الحادثه رقم 10 بتحصل في شهر واحد، سرقه ملايين من رجال الاعمال المحترمين اللي بيساهموا وبيساعدوا البلد. حد يقول لي وبعدين؟ تعالي وش اتفرج. تعالي. انتوا فين يا جماعه؟ ما تفوقوا بقى. رجال الاعمال بتسحب فلوسها كل يوم من البنوك وبتخليها في البيت جنبيهم علشان اكيد خايفين، والشركات بتفلس كل يوم والبطاله بتزيد. انا خايفه دلوقتي وانا بتكلم معاكم في ثانيه الاقي فيديو اباحي نزل مكان اللي انا بقوله. انا النهارده بطالب الحكومه بتعطيل الانترنت في مصر لغايه ما يوصلوا للتشكيل العصابي ده. والله ما في تشكيل عصابي غير اللي مشغلين. ايه رايك يا عم يحيى؟ رايي انها مزنه مش بطاله. سؤال النهارده كانت عايزاني بس من 25 سنه. لا مش في دي، في اللي بيحصل. رايي ان اللي بيحصل ده هو صح. كل اللي سرقوا دول شله حراميه والكلب. يبقى الورق لازم يتلم ويتوزع من جديد بالعدل بالقسطاس. الله، ايه الكلام الكبير اللي انا بقوله ده بقى؟ طول عمرك كبير يا عم يحيى. انت ايه رايك يا يوسف؟ شايف ايه؟ القدر القدر يا عم يحيى. جدع. يوسف تعال عايز اتكلم معاك. سلام، ربنا يسهل لك طريقك يا ابني. انا مشيت من الشغل. ليه؟ الشركه من مجموعه راضي ابو الرجال وفلست وسرحونا كلنا. لا شركه شمال ولا حاجه. بس انا عرفت معلومه مهمه قوي يا يوسف وعايزه اقول لك عليها. عرفت ان الشركه شغاله مع ناس مهمين قوي بره البلد، وعرفت انهم خايفين يكون في اي اسرار او ملفات خاصه بيهم. طلبوا مننا نعدم كل الورق والملفات قبل ما نمشي، ونعدم كل الهاردات، ونقفل اي موقع خاص بالشركه. الناس دي مش سهله يا يوسف، ومش هيسكتوا. انت ليه محسين الموضوع مهم؟ وبعدين احنا مالنا احنا ومال الكلام ده؟ بقول لك بس يا صاحبي. منتصر بن جاسم من شمال افريقيا، غير محدد الجنسيه، حسب تقارير المخابرات والامن الوطني بيصنف على انه هو من اكبر رجال المافيا في العالم. وصل مصر هنا على مركب في اسكندريه على انه تاجر فرنسي جاي هنا مخصوص
لاغتيال الهرم. طب لما سعادتك عارف عنه كل المعلومات دي ليه ما خلتناش نقبض عليه في اي مرحله من المراحل اللي فاتت؟ ما هو سيادتك لو وصل الهرم واغتاله يبقى مشكله كبيره جدا في الحكومه، بيعتبر ده اختراق امني غير مقبول. طب سعادتك انا عندي اقتراح، احنا سعادتك ممكن نجيبه من غير ما نقبض عليه ونجنده من غير ما نقول له، لان سعادتك اللي في الصوره قدامنا ده انسان من لحم ودم وشعر، مش لوجو بندور عليه. جمال امر سعادتك. سلمت امري. الو يا كومي، عامل ايه؟ وحشتوني قوي يا كومي. انت عرفت منين ان انا شغال في المديريه؟ العيله كلها عرفت؟ امال انا مخبي ليه؟ امي اللي قالت. ما انت عارف يا كومي انا ما بحبش موضوع الوسايط ده خالص. خلاص يا كومي هخلي مستر جمال يخلصها لك. طب خلاص ما تعيطش، طيب ما تعيطش يا كومي، طيب ماشي. هو النت سريع هنا. افلام سلمى حقيقي ايه اللي انزلها لك بس يا كومي؟ هو انا في سايبر؟ كومي انا لو جرى لي حاجه ما تبلغش البوليس، انا كده كده في المديريه. بص اقفل بس دلوقتي. ماشي، باي باي. مش شايف سعادتك ان دي خطه كامله ونقدر مستر جمال مستر جمال مستر جمال مستر جمال انا مستر جمال ايه بس حضرتك دلوقتي في موضوعين مهمين عايز اكلمك فيهم. الاول بخصوص الكومي ابن خالتي، بقاله 20 يوم مش عارف يطلع البطاقه، وده طبعا انعكس على حالته النفسيه، فبيرجع بقى يتفرج على افلام مش كويسه وهو متجوز وعنده 30 سنه. متخيل؟ فلو ينفع يعني مكالمه من حضرتك يعني للكومي بقى تهديه شويه. طب ممكن تخلي الكومي يكلمني ويهديني انا شويه؟ بقى انا قاعد في اجتماع مهم مع قادة البلد وانت بتكلمني على الكومي ابن خالتك. معلش اصل الوضع غلبان جدا، احنا مش عايزين بطاقه، عايزين مكالمه بس من سعادتك. في ايه يا جمال؟ يا فندم احنا قدرنا نحدد الموقع العام للشبكه اللي بيتم الاختراق منها، ميدان عابدين. ليه ما قلتليش على الخبر ده قبل الكومي ابن خالتك؟ ليه؟ الوضع غلبان وممكن يعمل حاجه في نفسه. انا عرفت عن طريق الايباد انه في ميدان عابدين. الموضوع كبر وكفايه كده. واضح ان انا زودتها. مش هقدر ما اعملش حاجه، بس دي اخر حاجه هعملها. شكرا يا عزت. انت ايوه وائل. على فكره في تشويش في ارسال. يعني ايه؟ يا نهار اسود، انت بتهرج؟ مما الاذاعه والتلفزيون مره واحده؟ اقعد، ما تقعد يا ابني. حضرتك قلت اقعد مش هقعده. يا سيدي اقعد. بصراحه سعادتك احنا قربنا جدا وقدرنا نحدد دايره العيال دول وهنجيبهم حتى اسال عبد الله. بصراحه يا فندم احنا قربنا جدا وقدرنا نحدد دايره العيال دول، حتى اسال مستر جمال. يا صلاة النبي احسن. بتسقطوني البعض زي الكوره. الدايره دقت، الدايره دقت، خلاص قربنا وانا خلاص خلصت. عندي هيتفتي. يوه فكرتني بالقلب. قلبك كده الراجل هيموت مننا، هو جاله القلب. انا عايز بس وقت مناسب افتحه في موضوع الكومي. كومي ايه دلوقتي؟ مين الكومي ده اخر؟ تشكيل عصابي؟ لا الكومي ده ابن خالتي، البطاقه بتاعته. لا ده سعادتك احد المشتبهين اللي قدرنا نلم البطايق في الحمد لله. اتفضل سعادتك كمل. اسمع يا جمال، ايه رايك شخصي انت في الموضوع بتاع العيال ده؟ عبقرة جدا. بيسالنا انا. بصراحه سعادتك العيال دول بيعملوا حاجات احنا نفسنا نعملها بس طريقتهم غلط. متهورين، بيشتغلوا من غير عقل. لو استمروا يعملوا كده المصانع هتقفل والناس هتقعد في بيوتها، مش هيلاقوا ياكلوا. قدامك 24 ساعة، الموضوع ده لازم يخلص.
ايه رايك يا نجم 24 ساعه كفو؟ مش هينفع، مش هنلحق، احنا بقالنا 500 ساعه مش عارفين نجيبها. نعمل ايه؟ فتح انت بقى في موضوع الكم. كم نخلي؟ طيب ساعتين تمام، احنا قدامنا ساعتين ونشوف. يلا يلا يا نجم. ايه يا جمال، طول اليوم بتصل بيك ولا بترد عليا ولا حاجه، افرض حصل لنا حاجه وانت بره. يا حبيبتي انا طول النهار في الشغل والحمد لله ان انت كويسه والواد كويس، وانت عارفه اول ما بتتصل عليا انت عارفه كده كويس. لا ايه؟ مش ده اللي حصل. حضرتك احنا كنا قاعدين وجاله رقم حضرتك المدام، قال لي هو وقته دلوقتي وراح كنسل. مستر جمال اذا كان الكذب منجي فالصدق انجى. اهو لا اعرفه ولا يعرفه. ولا انا كمان اعرفه. انت مين يا واد؟ انا عبد الله الشاب الصفيف الصغير مختص. حضرتك قلت لي تعالى معايا البيت عشان تاكل لك لقمه بدل ما تروح تنام. تدفع ايه؟ لو ينفع يعني فراخ وستيه واورنج جوس ابقى شاكر افضلكم. ردك على الكلام ده. انا عندي ملوخيه. طيب ملوخيه ورز والمشبك مشبك في لا حضرتك كلها، بس انا ما بحبش الملوخيه، ما بحبهاش خالص، وخصوصا لو عليها مشبك هتبقى مش حلوه. هي بتتصل عليا وانا بكنسل صح كده، جاي تخرب البيت. اقول لك ايه؟ انت متجوز؟ لا. عشان كده ما بتكذبش. طب بلاش ملوخيه. On a localisé grâce au satellite. Mais cette fois-ci, on ne transférera pas les détails par mail. On risque de se faire piéger. Voici comment on va procéder. Tout d'abord, tu recevras l'adresse d'une certaine Ira. غيرك البت روسية؟ الميضة التالتة. هنا؟ وخدي. So you're Montaza. Here's your guy. His name is Yosef Hagak. He lives in 30 Abdin Square. هو في انا مش فاهم حاجه. يوسف انا عارفه كل حاجه بس ما تقلقش. يوسف كان في واحد شكله غريب قوي طالع الشقه عندك. انا خبيت كل الاجهزه والهاردات بتاعتك، شلتها في حته ما حدش يعرفها غيري. احنا رايحين فين؟ هخبيك في مخزن الشركه اللي قفل بقى مهجور دلوقتي، ما حدش بيروح هناك خالص.
المكان ده مستحيل حد يتخيل ان انت موجود فيه. انا هفضل هنا لحد امتى؟ معرفش. انا كمان سبت البيت وسفرت ابويا وامي. هحاول ادور على اي مكان اقعد فيه وخلاص. ما هم اكيد هيلاقوني عشان انا اعرفك. بعدين مش عارفه كمان لو انا وانت حاولنا نوصل لبعض ايه اللي هيحصل. معرفش، اكيد كل التليفونات متراقبه. لا انا معايا شرايح هنا جديده محدش عارف يوصل لك عليها. خدي واحده ورنيني. ماشي. طب بقول لك ايه، الاوضه دي كانت بتاعت الغفير، فيها ثلاجه فيها اكل وميه وكل حاجه. Este cabrón se escapó. Y no pienso que vuelva. Monta, que no se te olvide ir a verle, ¿ah? Tienes solo un objetivo, matar a Haram. Tengo informaciones interesantes, pero necesito hombres. Te enviaremos un número de teléfono de una persona. Vale, venga. مرزوق معايا؟ منتصر. هدى موكشة خد موقعك. الو مرزوق يحيى صلاح الدين احمد. عسلامة مرزوق. قالوا لي عليك مجيبها، انا حاجتي برجال وبسلاح. لا معلش، اللغه بتاعت عصام الشوال دي مش هتمشي معانا، احنا بنفهمه في الكوره بالعافيه. معلش خش لنا مصري. زي ما تقولوا بالمصري، مش وقت فدليك وتفوتوا في الصحيح. ده بالمصري؟ لا انا عايز زي ما بتقولوا انتوا بالتونسي، خير الكلام ما قل ودل، وكلمه ابرك من 10. امرني. انا محتاج رجاله وسلاح، بس قبل كل ده شكون الطفل هادي؟ بسم الله ما شاء الله. طب ودي مضايقاك في ايه؟ دي مهدئ عام. على العموم احنا هنحتاج شويه وقت. مفيش وقت. لا هنحتاج شويه وقت. مفيش وقت. طيب هنحتاج فلوس زياده الحقيقه. مفيش اكتر من فلوس. يبقى هنحتاج شويه وقت. طيب هلال عايز اعرف عنها كل حاجه من ساعه ما اتولدت لغايه اول امبارح. عنوانها، تليفونها، اتغدت ايه النهارده، ساكنه فين، لون فستانها ايه. ايه يا عم الساحر مدحت ده؟ انت جبت الملفات دي كلها منين؟ من عند امك. جدع والله يا ست حبيبي. بسلم لي على يد حماده. والنبي عم مدحت دخل اسم حماده كده واعرف انا ابن مين. اسمع يا هلال، روح بلغ مرزوق ان ابو البنت دي عظمه ناشفه، قول له ياخد باله. بتوصل البيت 10 بالليل وبتنزل مع ابوها الساعه 7 الصبح. البيت عليه حراسه ياما. ننسى موضوع البيت. انسب وقت وهي نازله من شغلها بتبقى لوحدها تقريبا الساعه 9 بالليل. مش هنستنى لبكره بالليل، وهي في الطريق مع ابوها. هتحتاج كام راجل؟ كتير. وسلاح. ليك علاقه بالصحافه؟ مع الجنرال مفيش محال. انا اجيب لك لبن العصفور طازه تاريخ اليوم. انا محتاج لما البنت تبقى معانا كل الناس بتسمع اللي هي اتخطفت. اعتبره ضمير. ايه يا ابني؟
له عندنا كده. أعزائي المشاهدين، للأسف الشديد إن جالنا خبر عاجل جدا دلوقتي، هو خبر سيء للغاية، وهو إن مجموعة من المسلحين خطفوا بنت أستاذ القانون الدولي الأستاذ سالم الشافعي، خطفوا ندى سالم الشافعي، وبيتقال إن مجموعة المسلحين دول بقيادة الهرم. عايزة أقول إن واضح إن دلوقتي المسؤولين شايلين إيدهم خالص من كل حاجة، الناس بتتخطف في الشارع عيني عينك، ولاد ناس معروفين. رانيا أنا يوسف تعالي لي حالا. في ايه طيب؟ طب ماشي اهدى بس، جايلك على طول. يوسف في ايه؟ خطفوا ندى. ندى مين؟ طب ممكن تهدى شويه؟ تمام، هو في حد عايز يوصل لي وانا هروح له، بس هو فين واجيبه منين؟ تروح لمين يا يوسف؟ انا مش عارفه انت بتتكلم على ايه، بس اللي انت بتقوله ده ما ينفعش. انت لو عملت كده فعلا هيقتلوك يا يوسف، وهيقتلوا ندى كمان. اسمها ندى؟ اسمه ايه الظابط اللي بيدور عليا؟ مش عرفني يا يوسف، انا هعرف منين؟ انا هعرف، هو اكيد تبع مديريه امن القاهره. الاجهزه بتاعتي فين؟ يا رب يا يوسف. استاذ يوسف طمني عليك يا اخويا، انت بخير؟ تلاقيش انا كويس. الحاجه بتاعتي فين؟ حطاهم عندي فوق السطح. طب رواب انا عايز منك طلب، في واحد لابس قميص ازرق قدام العوام. يا راجل يا ناقص يا عرة الرجالة، يا ماما خدت عليك وطلعتك في السابع، ما لقيتش غير يالك خاطف هي دول اللي تقول لي كلام قبيح. وانت هترمي بلاك عليا؟ وانا هتبلع عليك يا واطي يا اوطى، انت كده هو انا هتبلع عليك يا انت ليه انت مال امك انت؟ هو بيشتم امك اهو. يا ابني الوالمه حد امك. رجالة سيبوني عليك، مش هسيبه. والنبي ما انا سايبك قبل ما تقول حياتك. لا يا ام حنان، رباب بتتخانق تحت. يا ام حنان، رباب بتتخانق تحت.
عم بنعلمك الادب يا عم. رانيا، اسمه منتصر بن حسن، شغال مع ناس بره بيتعاملوا مع 2 في مصر، محسن الابيض ومرزوق. محسن الابيض في السجن بقاله شهرين، يبقى نادى عند مرزوق وانا هروح له. استنيني على اول الشارع بعربيتي دلوقتي. سلام. نومان بيه، الهرم في 30 ميدان عابدين. طيب اركب ورا. فين؟ اركب ورا. طب هاخد تاكسي. طيب اتفرج على اكشن لف. انت رايحه فين؟ هاجي معاك طبعا. رانيا، انا ما عنديش استعداد اخسر اكتر 2 بحبهم في يوم واحد. طب خلي بالك من نفسك يا يوسف. انا معيش سلاح وعمري ما مسكت. مرزوق، ضابط مرفوض من الخدمة من سنين لسوء السير والسلوك وتورطه في أعمال غير مشروعة. بقى قاتل محترف وفلوسه بتتغسل في كازينو ومار في شرم الشيخ. مرزوق ممكن يعمل أي حاجة عشان الفلوس. الفلوس. مرزوق هو الفلوس. انت الهرم. وجايب لك خير كتير انت ورجالتك. 2 مليون دولار جاهزين يبقوا في حساب خزين الرويال بتاعك. بزرار واحد. نزلوا السلاح. مش موافق، او زي ما تقول كده مش عايز. تمام، يبقى همشي. انت الخسران. يا ولاد، ده عايز يمشي. هو دخول الحمام زي لا، واحنا خارجين بنبقى انضف كتير. بس كل حسابات الكازينو وايميلات وصور الناس اللي انت قتلتهم وصور واسماء الناس اللي حرضوك تقتلهم والاماكن اللي بتجيب منها السلاح معايا، واخدين امر ان هم ينزلوا كل 24 ساعه الا لو انا منعتها. ده غير حاجات تانية انا ماسكها على ناس تانية. انت جاي تهددني هنا في مكاني ووسط ناسي. خد ال 2 مليون دولار وسرك يفضل في بير، او اقتلني وعيش هربان طول حياتك. انت عايز البيت وانت حلال عليك الفلوس. فولو مي. الصوت اللي خارج من الجهاز ده معناته ايه؟ ده تحميل مبلغ 20 مليون دولار من بنك بانكوك بحساب اسم نادى سالم الشافعي. اقفل الزفت ده! ما تزهقش طيب. يلا! اوعى تغدر. هموت. امال فين الالمونيا؟ ال 2 مليون دولار في حسابك من نص ساعة. حسابنا؟ أهلا. انت متعرف اني اوافق. انا مديك عرض ما بيترفضش.
هو ما قفلش ليه؟ انت بتسالني انا؟ لا انا اسف، بس احنا محتاجين الداتا اللي عليه علشان هيفيدنا في القضيه. لا 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 لا. افتحوا الانوار وحرزوا كل الاجهزه ديت. اقفلوا كل الكمان اللي في ميدان عابدين وبلغوا نشر صورة الواد. خلاص خلاص ايه؟ خلاص يا جمال باشا، مبقاش في هرب. عملت كل اللي انت عايزه، معاك الاجهزه وعرفت الواد. هو الواد نفسه بقى زي الفار، مش هيطلع تاني. سيبوه بقى. قول لهم ايه في الوزاره؟ قول لهم تجار المخدرات هيعرفوا منين، تجار السلاح والقوادين والحراميه غلابه، بس مش هيجيلهم نوم تاني. اقفلوا كل الكمان اللي في ميدان عابدين وبلغوا نشر صورة الواد. انا اسف يا ندى ان كل اللي حصل لك ده بسببي. من كتر ما خفت عليكي خفت حتى ان انا اتكلم معاكي. في 20 مليون دولار في البنك الاسم التعويض على كل اللي حصل، ودي مسافره يا ندى. وانت هتسيبني وتمشي؟ ما تخافيش، ده والدك انا كلمته عشان يجي ياخدك. خلي بالك من نفسك يا ندى وسافري. وانت هتروح فين؟ معرفش. بصراحة النهاردة أنا جاية عايزة أتكلم عن موضوع مهم جدا ويهمنا كلنا كمصريين، خصوصا في الفترة الأخيرة والظروف الصعبة جدا اللي بتمر بيها مصر. ومعانا دلوقتي اتصال تليفوني من ندى بنت الدكتور سالم الشافعي. نقول ألو لندى. يوسف أنا بكلمك أنت، مش بكلم البرنامج في التلفزيون. أنا عايزة أقولك إن أنا مش هسافر. أنا قاعدة في بيتي، في اوضتي اللي كنت بتفضل بالساعات في البرد مستنيه افتح الشباك عشان تشوفني. انا مش هسافر واسيبك لوحدك، والفلوس اللي مكتوبه باسمي راحت للاماكن اللي هي محتاجاها. انت مش لوحدك يا يوسف، القدر خلاك تخسر حاجات كتير، بس خليني اكسبك. يوسف انا بحبك.
ما عادش شوفي ليه طب ماني صدق. ما قدروش يفهموا معنى كلمة إن الناس غلطتهم، بس أنا فهمتها. أنا مش لوحدي. ورا الشاشة بطل في الظل مش متشاف، بخلص حقي من عالم ما بيني وبينه ألف خلاف. بدأت ما خافش من حاجة وده خلاني برضو بخاف على بنت حبيتها وأمي ادتني ما اديتهاش. قليل الحيلة وفي لحظة ببص في حضني ما لقيتهاش. سباق الوقت مش عارف واخدنا لفين، قانون الوقت ما بيقبلش بشروطنا، ما بنحسش بقيمة الحاجة غير بعدين، وما بنسمعش صوت القطر غير بعد ما بيفوتنا. سباق الوقت مش عارف واخدنا لفين، قانون الوقت ما بيقبلش بشروطنا، ما بنحسش بقيمة الحاجة غير بعدين، وما بنسمعش صوت القطر غير بعد ما بيفوتنا. أنا الوهم اللي لففهم دواير حيرة مقفولة، وأنا الحظ اللي غير خط سير أحداث، ميزان مقلوب في حسبة حق معدولة، طريق مقسوم بوصل ناس وشتت الناس. هرم رابع بنى فرعون بجبروته، فهد المعبد المبني على اللي بناه. قدر حدد مسار اللعبة بشروطه، كسبت خسرت في الحالتين هتبقى حياة. سباق الوقت مش عارف واخدنا لفين، قانون الوقت ما بيقبلش بشروطنا، ما بنحسش بقيمة الحاجة غير بعدين، وما بنسمعش صوت القطر غير بعد ما بيفوتنا. سباق الوقت مش عارف واخدنا لفين، قانون الوقت ما بيقبلش بشروطنا، ما بنحسش بقيمة الحاجة غير بعدين، وما بنسمعش صوت القطر غير بعد ما